بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معانا خبر بعنوان 12 مباراة جمعت الزمالك والترجي التونسي قبل لقاء الليلة. يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات 9 مساء اليوم لمتابعة اللقاء المصيري الذي يجمع الزمالك والترجي التونسي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. بشكل عام تعتبر مباراة الزمالك والترجي كلاسيكو بالنسبة لكرة القدم العربية والإفريقية، لما يمتلكه الفريقان من تاريخ كبير وعريض ومواجهات لطالما كانت مثيرة على كافة الأصعدة. الزمالك التقى مع الترجي في 12 مباراة سابقة مختلفة البطولات الإفريقية جاءت جميعها في بطولة دوري الأبطال باستثناء مواجهة وحيدة على لقب كأس السوبر الإفريقي عام 2020 حسمها الأبيض لصالحه. مباريات الزمالك السابقة ضد الترجي 12 مواجهة سابقة، ونجح الزمالك في تحقيق الفوز بأربع مباريات بينما تعادل الفريقان 3 مرات وفاز الترجي في 5 مباريات. أحرز لاعبو الأبيض 13 هدفا في مرمى بطل تونس، واستقبلت شباكهم 15 مواجهات الزمالك 15 مواجهات الزمالك والترجي لم تقتصر على البطولات الإفريقية فقط، حيث سبق والتقى الفريقان مرتين في دور المجموعات لدوري أبطال العرب عام 2004، وفاز الزمالك بالمباراتين حيث انتصر ذهابا في القاهرة بثلاثية نظيفة، وفيما فاز إيابا بتونس بنتيجة 2-1. اجتاز نادي الزمالك في دور ال 32 ليحجز بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على نظيره فلامبو الرواندي بهدف نظيف في مباراة الذهاب، قبل أن يفوز الزمالك بخماسية مقابل هدف في مباراة الإياب حيث أقيمت كلتا المباراتين بمصر. أعزائي المشاهدين، بشكركم على مشاهدتكم لينا، وأتمنى دايما أن انتوا تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد وحصري عن أخبار الكرة العالمية والمحلية. شكرا لكم.